في فيديو النهارده اعرفك ازاي تقدر تستخدم يد التحكم في اللعبه وتقدر تلعب بيها في الاوفلاين والاونلاين كمان، عشان انا عارف وناس كتير جربت تستخدمه اشتغلت معايا في الاوفلاين لكن في الاونلاين ما اشتغلتش. وطبعا انا بتكلم على الدراعات اللي هي تبع بلاي ستيشن او دراعات سوني بشكل عام، لكن انا في فيديو النهارده اعرفك ازاي تقدر تستخدم اي دراع ايا كانت هي ماركته ايه. يعني الدراع اللي معايا ده اسمه جيجا ماكس، وهوريك ازاي تقدر تستخدمه في الاوفلاين وكمان الاونلاين. فانت مستني ايه بقى؟ اضغط اللايك وشجعني عشان انزل لك فيديوهات تعليميه اكتر واكتر واقدر افيدك في كل حاجه. يلا بينا على فيديو النهارده يا رجاله. يلا يا شباب. طب يا رجاله، انت هتحمل التطبيق اللي هسيب لك اسمه موجود تحت في اول كومنت. هتنزل لاول كومنت هتضغط عليه، وبعد كده هتحمل التطبيق ده تسطبه على الموبايل وتفتح البلوتوث من الموبايل، وبعد كده تشغل الدراع بتاعك اللي هو اليد التحكم وتعمل كونكت ما بين الموبايل والدراع الاتنين مع بعض. طبعا الطريقه سهله، انت بتضغط على الزرار الازرق ده مع الزرار اللي بيشوط الاتنين مع بعض فتره كده لغايه لما يديك فلاش كده بينور. بعد كده تعمل الكونكت هيظهر. خد بالك الدراع ده لو جبت زيه اسمه جيجا ماكس، لو جبت زيه بتضغط على الزرار اللي في النص ده يا رجاله، تضغط على الزرار في النص ده، وبعد كده اللي بيشوط الاتنين مع بعض اللي هو اللي بيكون اكس او مربع اللي هو بيشوط، تضغط الاتنين مع بعض هيديك علامه الفلاشه. بعد ما تتاكد ان هو عمل كونكت الموبايل مع الدراع هتفتح اللعبه من التطبيق. لازم تفتح اللعبه من التطبيق، وطبعا الخطوات هتبقى موجوده وسهله قدامك جدا. تمام. بعد ما تفتح اللعبه من التطبيق هيظهر لك كده اسم البرنامج فوق هنا زي ما انا دايس عليه كده اللي بيتحرك ده، هتضغط عليه لما تدخل اللعبه. طبعا هتضغط عليه وتختار علامه الزائد دي، علامه الزائد دي هضغط على علامه الزائد. بعد كده هبدا بقى اختار ايه، اضغط على اي مكان فاضي، اي مكان انا عاوزه، وليكن مكان هنا على المكان ده مثلا. هقوم ضاغط كده، بص هيقول لك انت عاوز الزرار ايه اللي تشغله. هقول له مثلا شغل لي الزرار ده، مثلا الزرار ده وليكن ده. هقوم دايس هيظهر اسم الزرار اللي هو L1 ده، اسمه 1. لو دوست هنا R2، لو دوست تحت L2 هنا R2. انت بتختار الزرار اللي انت عاوزه، دوس اكس مثلا، دوس مربع، ايه اي حاجه انت عاوزها تختار الزرار بس كده وتدوس اوكي. هيظهر لك الزرار ال L2 انت حطيته هنا. طبعا ال L2 ده المفروض تغيير علامه، فبخليه جنب اللي هو بيغير علامه فين تقريبا، ده الباص، عشان ما يكونش معاك الكوره فتضغط عليه يغير العلامه. طبعا الناس اللي بتلعب بلاي ستيشن عارفه ان ده اللي بيغير العلامه. بعد كده مثلا انا عاوز السرعه اللي هو R1، انا حاطه هنا اهو، يعني بدوس كده واختار R1 كده وادوس اوكي، حطيته هنا. فاهمني؟ طب يعني الاختيارات دي معروفه، يعني انت عاوز مثلا ايه تدوس اي حته في الشاشه مثلا، وليكن هنا. عاوز زرار تاني، عاوز مثلا اللي هو ده، لو سحبت البتاع اللي تحت دي يعمل حاجه معينه او امسح. فاهمني؟ فانت بتختار بقى انت عاوز تعمل ايه وتقوم حاطط بس كده. انا بعد ما خلصت الاختيارات بتاعتي بقوم عامل كده كده، انا جاهز اهو عشان ابدا. تمام. هبدا دلوقتي العب. اقوم ببصي مثلا، هبص التحركات اهي، هباصي ببص اهو، يباصي. بص كده هوريك دلوقتي كل التحركات. هباصي، بص هضغط عليه بيباصي بيباصي، هباصي الناحيه التانيه هيباصي اهو. بص كده شغال عادي خالص. انا بوريك اهو، بص بتحرك باللاعب دلوقتي كده اهو، عمال اتحرك بدايره بيلف اهو قدامك، شغال عادي خالص مفيش اي مشاكل اهو. تمام. طيب ده في الاوفلاين شغال عادي، وفي الاونلاين هدخل لك ماتش دلوقتي واوريك ازاي تشغله في الاونلاين. خد بالك انا بكلمك دي على الدراعات اللي هي بلوتوث المعروفه دي، البلوتوث دي. تمام. عشان في دراعات سوني دي طبعا، او دراعات السوني او دراعات البلاي ستيشن بتتعرف تلقائي، لكن بالنسبه للدراع ده محتاج ان انت تنزل له التطبيق ده، وهتلاقي التطبيق في اول كومنت. تعالى اوريك دلوقتي ماتش في الاونلاين. طب يا رجاله زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي في الاونلاين، يعني هنلعب ماتش دلوقتي في الاونلاين، وادي الفريق بتاعي عشان اوريكم بس ان هو شغال كمان في الاونلاين مش الاوفلاين. وادي الدراع اهو، وادي الموبايل، وهوريك دلوقتي وانا بتحكم فيه بكل حاجه قدامك اهو. بص كده هتدوس على الزرار من تحت، ادي الشاشه اهي قدامك اهي. بص بص اهو، بص في الاونلاين بيبص اهو، يعني انا ببص بايد واحده بوريك ان هو شغال عادي، واوريك التحكمات دلوقتي كمان. فهنكمل. جاب جون تاني. طب يا جماعه دلوقتي احنا في الاونلاين، وزي ما انت شايف بحرك اهي، شايف انت بتحرك تحتيها، يعني بحرك الجويستيك دايره اهي بتحرك تحت اللاعب اهو، مفيش اي مشاكل خالص. هباصي دلوقتي اوريك كمان ان انا بباصي، بضغط على بيباصي بيباصي، بحرك جوه كده بيباصي مكان ما انا عاوز اباصي بيباصي. فشغال كويس جدا مفيش اي مشكله. هوريك كمان ان انا هعمل دلوقتي الموف اند باص. دلوقتي هشوف اتحرك اللعبه اهو، بيعمل موف اند باص عادي خالص مفيش مشاكل منها. هبص هيباص ويجري، شايف؟ تديله سرعه عادي
كمان موف اند باص، فبيشغال في الاونلاين عادي يعني، انت تقدر تتحكم بكل حاجه تمام. اللعبه شغاله 10/10، وعاوز شوط اهو بيشوط، الدنيا تمام جدا. عاوز تباصي وتوجه الكوره بيباصي اهو. في ثرو قدام، يا سلام، ثرو في النص، ثرو كمان. جميله جدا يا جماعه، التحكمات جميله واللعبه عادي وشغال وكله تمام. فحبيت اوريكم بس الجزئيه دي واوريكم ان هو شغال.